فيلمنا أحداثه حقيقية حصلت في اليابان سنة 2006. بيبدأ فيلمنا بصياد ماشي في بحيرة، فلقي جثة عايمة على وش المية، ولما شافها لقاها إن هي اللي طالب لابس زي مدرسة. بعدين المدرسة اللي فيها الطالب عملت استدعاء لمجموعة من أولياء الأمور، وحكت لهم إن الشرطة الصبح كلمتهم بعد ما لقيوا طالب عندهم في المدرسة وكان لابس لبس المدرسة غرقان في بحيرة، فنقلوه المستشفى وهو دلوقتي فاقد الوعي بس لسه عايش. وعرفوا ان هو طالب عندهم في المدرسة واسمه جون وو. وقبل ما ينتحر ساب جواب لإدارة المدرسة والأمه، وكان مكتوب فيها ان هو على طول بيتعرض للتنمر من زمايله، وكان بيخاف يشتكي عليهم فيقوم ينتموا منه. فقرر ان هو ينهي حياته علشان يرتاح، وقال اسماء الطلاب اللي كانوا بيتنمروا عليه، وهما دون يو جاي وابوه بيشتغل دكتور. تاني واحد بارك كيو، وده جده ضابط متقاعد. تالت واحد جون جي دون، وده ابو عميد المدرسة. رابع واحد جان جهان جيول، وده ابو محامي كبير ومعروف. اهالي الولاد ما كانوش مصدقين وكانوا مصدومين، فالدكتور قال ان هو مش مصدق، ده ابنه بيتبرع ب25 دولار كل شهر لليونيسيف علشان الاطفال السمر، ومستحيل ان ابنه يتنمر على حد. وكانوا بينكروا ان عيالهم ممكن يعملوا كده، وطلبوا من المدير ان هو يخفي الورقة اللي فيها اسامي عيالهم علشان لو الولد مات القانون هيعاقب عيالهم. بعدين المحامي والدكتور راحوا يفتشوا أوضة جونو علشان يخافوا يلاقوا حاجة ممكن تدين عيالهم وتدخلهم السجن. بعدين مدير المدرسة خد الرسالة من المدرسة وهددها ان هي متتدخلش في الموضوع ده تاني وما تفتحوش. بعدين المدرسة نزلت قابلت الضابط ليه المسؤول عن القضية وسألته التحقيق امتى. قال لها ان هما مش بيحققوا في قضايا الانتحار، فلو كان مات كانوا هيحققوا في الموضوع، بس طالما هو عايش يبقى ما ينفعش يحققوا. فبدأت تدور على الحقيقة بنفسها وخدت تسجيلات الكاميرا اللي هي حطاها في عربيتها اللي بتصور الشارع قدام المدرسة، فلقيت ان جون وو خرج الصبح من المدرسة الساعة 5:15، وخرج معاه زميله هان، وبين خروجه وقت الانتحار 3 ساعات، فهي كانت عايزة تعرف ايه اللي حصل في ال3 ساعات دول. بعدها شافت المحامي وهو خارج من أوضة جون وو، فسألته هو انت دخلت الأوضة ليه وخدت حاجة منها؟ قال لها لا انا ما خدتش حاجة منها، انا كنت عايز اروح أوضة ابني ودخلت الأوضة دي بالغلط. بس هو كان كداب، علشان هو خد موبايل جون وو من اوضته وراح لمحل موبايلات علشان يفتحوله ويشوف ايه اللي عليه ويشوف في حاجة عليه تدين ابنه وبقيت اصحابه ولا لا. ولما فتحوا لقي الصدمة، لقي الطلاب اللي كانت اساميهم في الورقة مصورين فيديو لجون وو وكانوا بيتنمروا عليه وبيهزقوه. فراح جمع اهالي العيال الباقية ووراهم الفيديو، فقال لهم الولد لو مات والشرطة شافت الفيديو او الولد فاق واتكلم عيالهم كلهم هيروحوا في داهية وهيتسجنوا وهيضيعوا مستقبلهم. فبدأوا يدوروا على حل يخرجهم من الورطة دي، فقسموا نفسهم لمجموعتين. مجموعة منهم راحت لأم الولد في المستشفى علشان يقنعوها تلم الموضوع وما تتهمش عيالهم، والمجموعة التانية راحوا لمدير المدرسة علشان يحاولوا يقنعوه ان هو يديهم الرسالة اللي فيها اسماء عيالهم. وفعلا قدروا ياخدوا الرسالة منه وتخلصوا منها، وكده ما بقاش قدامهم غير الفيديو وغير الولد لو صحي. بعدين المدرسة راحت تزوره في المستشفى، بس عرفت ان امه نقلته في مستشفى تانية بمساعدة ابهات زمايله اللي اتنمروا عليه، وهما كانوا حاطينله كاميرات مراقبة في اوضته علشان يراقبوا حركته. وابو زميله الدكتور كان بيدخل يحاول يموته علشان الولد ما يفوقش ويقول على اولادهم. بعدين كانت في بنت اسمها نام جي هو كانت بتتصل بجون وو على موبايله كتير، وواضح ان هي كانت تعرف ايه اللي حصل له، وهما لاحظوا ان هي بتتصل بيه كتير فكانوا عايزين يعرفوا هي مين وتعرف ايه. بعدين اهل الولاد راحوا قابلوا نام جي هو وكذبوا عليها وقالوا لها ان هما عايزين يساعدوا جون وو ولازم تقول لهم كل المعلومات اللي هي تعرفها. فقالت لهم ان هم مش اصحاب قوي، هي اول مرة شافته كان قاعد بيعيط في الاسانسير وقال لها ان هو طالع السطح يشم هوا. تاني مرة شافته وكان زمايله رابطينه زي الكلب وكانوا بيتنمروا عليه وكانوا بيرموله الاكل في الارض علشان ياكلوا زي الحيوانات. بعدين مسكوا السكينة وكانوا بيقطعوا له شرايينه وعايزينه ان هو ينتحر. فقالوا لها انت شفتي وشوش الاربع ولاد؟ فقالت لهم ان هي ما قالتش ان هما كانوا 4، هي قالت لهم ان هي شافت 3 بس، هما اللي كانوا بيتنمروا عليه. فهم عرفوا ان الرابع هو اللي كان بيصور.
فهددوها وادولها فلوس وقالوا لها ان انت ما شفتيش اي حاجة خالص وما تفتحش بقها باي كلام. مش كده بس، دي المدرسة وظفت المدرسة بعقد عمل دايم بدل المؤقت اللي هي كانت شغالة بيه، علشان تسكتها وما تدورش ورا الموضوع. بعدين عرفوا المصيبة الكبيرة وهي ان الولد مات، وعرفوا ان الموضوع كبر وبقى بيهدد مستقبل عيالهم. فالمحامي رمى الموبايل اللي كان معاه بتاع جون وو علشان محدش يقدر يجيبه. بعدين المدرسة راحت لأمه في العزا، وأمه كان ضميرها بيأنبها علشان ابنها ما كانش عايز يروح المدرسة دي، بس هي اللي غصبته ان هو يروحها، فحست ان هي السبب في موته. بس المدرسة قالت لها ان هو قبل ما ينتحر بعت لها رسالة ان هو بيحب امه قوي ومش زعلان منها خالص، وكتب اسماء الطلاب اللي اتنمروا عليه وكانوا السبب ان هو ينتحر. امه سمعت منها الكلمتين دول وراحت بلغت الشرطة. بعدين الاهالي خافوا على عيالهم لحد يتعرض لهم في الطريق وهم ماشيين ويعمل لهم حاجة، فبقوا هما اللي يجيبوهم ويودوهم للمدرسة، وخلوهم يروحوا يعزوا في زميلهم ويعملوا ان هما زعلانين ويعيطوا. بس كان جان عنده احساس، وهو الوحيد فعلا اللي كان زعلان على اللي حصل للولد. فابوه المحامي اتخانق معاه، بس هو قاله ان هو ما عملوش حاجة ولا تنمر عليه، هو بس كان بيصور، وان هو ما كانش راضي على اللي بيعملوه فيه، بس ما كانش يقدر يرفض. والمدرسة لسه حاطة الموضوع في دماغها وعايزة تكشف الحقيقة، فعرفت ان جون وو وجان جهان ابن المحامي كانوا صحاب من زمان وصحاب قوي كمان، بس اتخانقوا مع بعض في اول مدرسة. فراحت تسأل هان عن الموضوع، بس ابوه جالها واتخانق معاها وهددها ان هي لو قربت من ابنه تاني هيسجنها. فطلعت على مدير المدرسة وطلبت منه الرسالة، بس هو رفض يديها لها وقال لها ان الرسالة اصلا ما بقتش موجودة. بعدين جات لهم ام الولد علشان تعمل جنازة ابنها في المدرسة وتخلي اصحابه يودعوه للمرة الاخيرة، بس مدير المدرسة رفض ومنعها من دخول المدرسة، وخاف ان الولد يبقى بطل في نظر زمايله، وعرفوهم ان هم خلاص قفلوا التحقيق في القضية. فالمدرسة طلبت من الضابط ان هو يفتح التحقيق تاني، وقالت له على موضوع الرسالة، فقال لها ان مفيش دليل على اللي هي بتقوله، وطلب منها ان هي تجيب الرسالة وساعتها بس هيقدر يفتح التحقيق. فما كانش قدام المدرسة غير ان هي تعمل فيديو وتحكي فيه اللي حصل وتقول اسامي المتنمرين ونشرته على النت، فده اللي اجبر الشرطة ان هي تفتح التحقيق تاني في القضية. بس الاهل بدأوا يقلقوا، بس كانت في حاجة مطمناهم، ان هم تخلصوا من الموبايل والرسالة اللي بتدين عيالهم، واتفقوا ان هم يلبسوا المدرسة قضية علشان يطلعوها قدام الناس ان هي بتبتزهم علشان تاخد منهم فلوس وعلشان عايزة تتعين في المدرسة بعقد دائم. بعدين الشرطة اتحركت وحققت مع الولاد واتغدر بالمحامي وابنه، واتفقوا ان هم يلبسوا ابن المحامي القضية لوحده، وفعلا لبسوه التهمة. فالشرطة قبضت عليه، فجابوا نام جيهو علشان تشهد عليه. ابوه يسكت لا مسكت، راح لنام جيهو بس طبعا اختفت من بيتها، فراح لأبهات الولاد التانيين فطردوه من المكان، وحس ان هو وابنه اللي هيشيلوا الليلة لوحدهم. فوهو ماشي لقي في محل بيبيع عيش ولبن، وده المحل اللي كان جنب البحيرة، وعرف من الست ان جونو كان دايما بيروح لها، كان بيشتري من عندها حاجات، وكانت على طول بتشوف عليه علامات تعذيب. ومش هو بس اللي كان بيجيلها وكان متعذب، ده كان في ولد تاني، فحب يتأكد ان هي قصدها على جونو او ولا حد تاني، فوراها صورة جونو وهان ابنه هما الاتنين متصورين مع بعض. فراحت اكدت له ان مش هو بس اللي كان بيجي مضروب، ده كمان هان ابنه كان بيجي ياخد مسكنات وكان عليه علامات ضرب وتعذيب، وواضح ان هو كان بيحصل فيه زي جنو، وده اللي صدم ابوه، وعرف ان ابنه كان بيتضرب، وعلشان يخلص منهم اتفق معاهم ان هو يسلمهم جنو، وكانوا بيعملوا عليه حفلة تعذيب وبيتنمروا عليه. فراح للمدرسة وطلب منها ان هي ما تشهدش على ابنه، وان ابنه هو كمان ضحية زي جنو، بس هي ما سمعتش كلامه وعملت مؤتمر صحفي علشان تتكلم عن القضية. بعدين عملوا جلسة المحكمة، والمدرسة شهدت ان جونو ادالها رسالة وكان فيها اسماء الطلبة اللي اتنمروا عليه، وقالت اسمائهم، وقالت لهم ان هي ادت الرسالة للمدير، بس المدير كدبها وقال ان هي ما ادتلوش حاجة، وقال لهم ان هي ابتزته علشان تشتغل مدرسة بعقد دائم في المدرسة. وحتى الطلاب المتنمرين شهدوا عليها، وشهدوا ان كان جهان هو بس اللي اتنمر عليه ولبسوه التهمة، وده اللي خوف الولد وعصبه.
فشهد على زمايله ان هما برضو كانوا بيتنمروا على الولد. فالمحكمة اجلت الجلسة ليوم تاني. بعدين ابوه راح لنام جيهون علشان يطلب منها ان هي تشهد لصالح ابنه مقابل ان هو يديها اللي هي عايزاه. بس هي قالت له ان ابهات الولاد التلاتة التانيين هيدفعوا لها اكتر منه بكتير، وقالت له على اسماء الولاد التلاتة اللي ابهاتهم عرضوا عليها فلوس. تاني يوم راحوا المحكمة وشهدت على كان جهان وحكت اللي حصل لجون وو. فلما المحامي سألها شفت مين بيتنمروا عليه تاني، قالت ان هي شافت كان جهان بس، وهو اللي كان الوحيد اللي بتنمر عليه. فسألها هو انت متأكدة؟ قالت له اه. فهو لما راح يقابلها قبل كده علشان تشهد مع ابنه كان بيسجل لها وعرض التسجيل في المحكمة، وكان واضح في التسجيل ان هي بتقول ان اهالي الاولاد التانيين دفعوا لها علشان تشهد لصالحهم. وكمان عرض شهادة صاحب محل العيش اللي ابنه وجون وو كانوا بيجيبوا منهم وكانوا بيروحوا لهم مضروبين ومتعذبين. وده اللي خوف اهالي العيال الباقية وحسوا ان هم في خطر وان عيالهم خلاص بيضيعوا. المحكمة اتأجلت 3 شهور، وبعد ال3 شهور المحكمة اعتقلت ال3 ولاد التانيين وافرجت عن جان جهان واعتبرته ان هو ضحية تنمر. بعدين ابوه خده وصله المدرسة، ولما جان جهان نزل نسي الديرون بتاعته في العربية. بعدين ابوه راح لمحل العيش واللبن وادى صاحبة المحل فلوس هدية علشان ابنه خرج براءة. فجوزها بيهزر معاه وبيقول لها غريبة، المفروض انا اللي اخد الفلوس علشان انا اللي انقذت الولد. فبعدين المحامي طلب منه ان هو يحكي له ايه اللي حصل في اليوم ده. فقال له ان الولد ما انتحرش، الولد كان راكب مركب وكان معاه واحد تاني وكان قاعد وراه. فجأة الولد اللي ورا زق جونه في المية، بس هو ما عرفش يشوف الولد التاني علشان كان الصبح بدري وكان في ضباب كتير في الجو، فما قدرش يشوف وش الولد. بس قاله ان هو كانت معاه حاجة غريبة كده، كانت معاه بتاع زي الطيارة الصغيرة وكانت طايرة فوقيهم. المحامي اتصدم وعرف ان الموضوع قتل مش انتحار، وان الطيارة اللي الراجل قصده عليها هي الديرون بتاعت ابنه. فراح يشوف الفيديوهات اللي هي عليها، وليه ان في فيديو يوم الحادثة الديرون مصوراه، وليه ان جونه كان واقف. وجان جهان جه اتخانق معاه وخنقه، وبعدها خده في مركب ورماه في البحيرة، وعرف ان ابنه هو اللي قتل جونه. فخد الديرون ورماه في البحيرة علشان محدش يلاقيها ويعرفوا ان ابنه هو المجرم ويقبضوا عليه. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.